السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله راكم كامل بخير. كما راكم تشوفوا اليوم 15 مارس 2023. الربيع راه جا، هكذا يبين الثلج راه يروح شوية. حنا هنايا في كندا كيف يروح هكذا يبدا يطلع لنا المورا شوية ويبدا هكا النهار، يبدا شباب والناس تقدر تمشي وتتمتع بالشمس، وربي سبحانه داير الاختلاف هكا في الجو وفي الطقس باش الانسان يقدر يتعايش مع هذا الفصول ومع حياته. ما يقدرش الانسان يعيش كامل حياته شتاء ولا كامل حياته صيف. هاك وهاك، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. راح ندخلوا في الموضوع في هذا الفيديو. راح قبل ما ندخل في الموضوع راح اشير الى واحد الحاجه، هي الفيزا السياحيه. ك تفضل واحد الكومنتار، واحد الاخ كومنتا تعليق مفيد صح واشاره مفيده. انا كنت اشرت لها في فيديوهات سابقه، هو يعطيه الصحه. زاد حب يدير هذه الملاحظه، انه ما كاش حاجه اسمها فيزا سياحيه في القانون الكندي للهجره. يعني في الهجرة الكندية ما تلقاوش فيزا توريستيك ولا فيزا توريزم ولا فيزا توريست ولا حاجة كيما هكا. نو، وهي واسمها فيزا زيارة. مع العلم العام اللي فات بدلوا كامل التسميات. قبل كانت الفيزا دراسية اسمها فيزا دراسية إيتود، فيزا تاع عمل واسمها فيزا ترافايور. مي دوكا فيزا عمل، فيزا دراسية، فيزا سياحية، هادو ثلاثة كامل يدخلوا تحت مسمى واحد، وهو فيزا فيزيتار. اوكي، دونك هادو فيزا فيزيتار يدخلوا فيهم الفيزا الدراسيه، الفيزا تاع العمل، والفيزا بين قوسين سياحيه اللي هي ما كاش مذكوره في القانون هكا سياحيه. لكن كي يقدر يقعد يقول لك شيء لاسباب توريزم هكا، تحط نتايا مع توريزم، يعني هي داخله في الزياره. اوكي يعني هذه اسمها فيزا الإقامة المؤقتة temporaire، يعني ريزيدونس temporaire، سواء بالنسبة للإيتود الطلاب اللي يجوا يقراو، سواء بالنسبة للعمال travailleurs اللي يجوا بفيزا عمل، سواء بالنسبة اللي يجوا يحوسوا بوغ 6 موا جيست الفترة هذيك تاع 6 شهور ويعاودوا يرجعوا. اوكي طبعا كاين اسباب اخرى، كاين اللي يجي لاسباب طبيه، كاين اللي يجي لاسباب زياره مريض بزاف يجي يقابلوا هنايا. كاين دونك هذه كلها واسمها فيزا داخله في تحت مسمى فيزا فيزيتار. دونك هذه الاشاره اللي حبيت نشير لها. انا عجبني النهار هكذا راني نصور وخلاص، يعني عجبتني الشمس والبلاصه هايله. راكم تشوفوا، شفت هاد البيبيوتيك قلت لازم ندخل ونسقسي. كانت عندي اون كارت المكتبه اللي حدا داري، رحت لها دو فوا. مي هنايا المكتبه رحت نسقسي اسكو نقدر بلا كارت تاعي ندي كتاب منها، لا لقيت قالت لي وي. وكي دخلت ما نكذبش عليكم، دوك تشوفوني داخل حكمتني النعسه كتوبه بزاف والشمس، وقابلت لا فينيتر هكذا فيها الشمس، والناس كالم وساكته. دونك جافي اونفي باش نرقد فريمون، ماشي باش نقرا. دونك رايحه نهضر لكم هنايا معلومه حول سؤال يتطرح بزاف، علاش راه يطول كندا في الرد. حتى واحد مو عارف، يعني تتعدد الاسباب علاش راهم يطولوا. كاين اللي يقعد له 8 شهور 9 شهور 10 شهور، لكن السبب الطبيعي والسبب المنطقي هو كثرة الطلبات على فيزا كندا اون جينيرال. مشي شرط مشي جوست الفيزا يعني الزيارة للسياحة، بل حتى الفيزات الأخرين كثرة الطلب عليهم، خاصة en particulier الفيزا السياحية. اوكي، دونك كثرة الطلب راهم يطولوا بزاف في معالجة الملفات. المطلوب الانتظار، يعني ما كاش حاجة واحدة أخرى. كي تكون درت البصمات، درت الطلب ديالك، درت كل شيء ما يجب عليك بالانتظار فقط. هذا ما كان. السؤال الآخر اللي ينطرح بزاف، كان واحد ماروكان طرح لي كسموها لابخيف فينانسيير، ولا الدليل المالي، القدرة المالية، كاباسيتي فينانسيير، باللي يعني اللي تحطها في ملف طلب الفيزا السياحية. هي قال لي بالنسبة للمغاربة هي متشابهة، يعني مغرب ولا الجزائر ولا بلد آخر. مهم لاجون تثبت له بلي عندك القدرة المالية لقضاء فترة السياحة في كندا. يختلف طبعا من على حسب إذا كنت فرد ولا كنت في عائلة، يعني جايب معك عائلة. يختلف من شخص إلى آخر، لكن الفرد الواحد تروح من 2500، كنت ذكرتها في فيديوهات سابقة، إلى 3000 ممكن أكثر.
لكن ليس أقل من ذلك. دونك تكون عندك هذا المبلغ ويكون هو كدليل مالي أنك تقدر تقوم يعني تصرف على روحك في هذيك المدة اللي تقعد فيها، طبعا بالإضافة إلى يعني اللي عندك عقارات، اللي عندك سيارة إلى آخره، مع كل طبعا الشروط اللي نحطها في فيديوهات سابقة، يعني فيديوهات قديمة بزاف. شروط المطلوبة للحصول على الفيزا السياحية، شروط والوثائق. دونك هذه هي، حتى واحد ما يقدر يتدخل في مثلا حطيت الطلب ويعني تتدخل باش يسرعوا لك في معالجة الملفات، هذه كاع ما كاش منها. كي تحط الطلب سي بون، ما عليك إلا الانتظار، حتى ولو طالت المدة يعني فوق الحد. الانتظار والصبر، خاصة إذا وضعت ملف جيد، إن شاء الله يعطوك القبول وتحصل على الفيزا إلى كندا. هذه هي، إلى فيديو قادم، نقول لكم مع السلامة.